طيب السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا انت رحت المدرسة وخلاص، عملت الانتراج وعملت الانميلدونج وخلاص. المفروض في المدرسة بيدولك ورقتين زي دول او شبيهين لدول على حسب المدرسة. كل مدرسة طبعا بتختلف. هنا بتكتب فيه البيانات بتاعتك وفي التكلفة مثلا بتاعة الاوس بيلدونج اللي انت هتعملها. طبعا انا خافي الحاجات دي لان دي يعني داتن شوتس وكده. وبتاخد الورقة التانية مثلا زي كده. بتكون هنا برضو بتكتب البيانات دي كلها وبتملاها. وفي نفس الوقت اذا كنت هتعمل لو مثلا لو انت عامل رخصة العربية وهتعمل رخصة الموتوسيكل، هي في الحالة دي هنعمل مثلا رخصة الموتوسيكل. فانت طبعا بتحتاج اللي انت بتعمله اللي هو الصورة بتاعتك، صورة ليك انت، صورة شخصية. ومثلا هتحتاج اللي هو زي تعمل دورة كورس اسمها الإيرست هيلف اللي هي الفيرست ايد، دورة الإسعافات الأولية. وبتعمل اختبار نظر. طيب بالنسبة للإسعافات الأولية، في طبعا شركات كتير زي ال ADAC وتكلفتها تقريبا 50 يورو. هو يوم بتروح تحضره، بتحضر يوم وكده وبيشرحوا لك فيه الإسعافات الأولية الفيرست ايد. مثلا لا قدر الله حد عمل حادثة ولا حاجة، ازاي تنقذ الإنسان ده أو البني آدم ده أو إذا طفل أو كده. وطبعا بتروح لأي مكان، محل بتاع مثلا نظارات، بتقول له أنا عايز أعمل زيها تيست. ده تقريبا برضو تكلفته بتكون من 10 ل 15 يورو، وفي ناس بتعملها ببلاش على حسب. وخلاص بتمضي الأوراق دي وبعد كده بتيجي لحجز الميعاد. هنا مثلا عشان أنا في فرانكفورت، في ولاية فرانكفورت، فإحنا هنحجز الميعاد مع بعض. طيب زي ما حضراتكم هنا شايفين، هو ده الويب سايت الخاص بحجز الميعاد. سواء انت كنت هتعمل شرايبونج، لا شرايبونج بمعنى لو انت مثلا معاك رخصة في مصر وبدل ما تعمل من اول وجديد هنا الرخصة، فلا انت ممكن تعمل شرايبونج. شرايبونج ده اللي هو مثلا عشان تكون معترف بيها هنا في ألمانيا يعني دي. وطبعا التكلفة بتكون معاك قليلة عن اساس ان انت لو عملت الرخصة من اول وجديد. فلو انت هتعمل شرايبونج للرخصة بتاعتك، هو بتروح على الفاhrerlaubnisbehörde ومثلا allgemein Fahrerlaubnisantrag und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung. طيب هنيجي هنا للumschreibung ein ausländischer Führerschein aus Mitgliedstaaten der EU. لو انت مثلا عايز تعمل umschreibung، ده لو انت قاعد مثلا في دولة في اوروبا او الرخصة اللي معاك في دولة من الاتحاد الاوروبي، فانت هتختار الخانة دي. انما انت بقى لو معاك مثلا رخصة من مصر، من السعودية، من السودان، اي دولة تانية من دول افريقيا مثلا، فهتختار اللي هي umschreibung ein ausländischer Führerschein aus aller anderen Länder. هتعمل مثلا زي كده، هتدوس اوكي. بعد كده هتروح فايتا، هتعمل نفس الكلام اوكي. بعد كده هو بيوري لك هنا الكارت انتساين، هو بيوري لك المكان المتاح اللي هو بتاع السيرفيس سنتروم روند اومس اوتو. ده العنوان بتاعه امروما هوف 19. ومثلا هيبعد عن المكان اللي انت فيه مثلا 9 كيلو 10 كيلو. واول ميعاد متاح هو يوم 1/7 الساعة 11 الا ربع. مثلا هتختار الميعاد ده وهتقول له فايتا. هيقول لك مثلا اختار الوقت او الوقت اللي انت هتكون متواجد فيه. مثلا هتختار الساعة 10:45. فمثلا هتقول له يا، وهتكمل باقي البيانات. المفروض ان هو هيوصل لك ايميل على الايميل بتاعك ان انت الميعاد بتاعك اتأكد خلاص. عشان تعمل confirmation للميعاد هتضطر تدوس مثلا على اللينك. هتقول له والله هدوس على اللينك، فخلاص كده الميعاد اتحجز. بيجي لك على الايميل ايميلين، ايميل خاص بالكيو ار كود. ومفروض انت هنا بتدخل بكيو ار كود، مش زي مصر يعني انت تروح المكان كده وتستنى والكلام ده كله. لا، هو انت معاك ميعاد، معاك ايميل فيه كيو ار كود، بتروح هناك والله بتسكان الكيو ار كود ده. فانت كده خلاص سجلت سجلت مثلا في البيهردة اللي انت فيها ان انت خلاص متواجد ومنتظر.
وفي ايميل بيجي لك تاني مثلا فيه الرقم بتاعك اللي هو مثلا 5 6 12 100. ده الرقم بتاعك الاي دي بتاعك اللي انت مثلا لما تروح البيهور ده هتقدر تدخل بيه للموظف. طيب في الحالة اللي انا فيها دي انا مثلا هعمل رخصة. هنختار لو انت مثلا هتعمل الرخصة بتاعت موتوسيكل، رخصة عربية او موتوسيكل من اول مرة، او عمل معاك رخصة عربية وعايز تعمل رخصة الموتوسيكل، فهتختار البرجر امت فرانكفورت. هتيجي بعد كده على الفيرشاين انلاجنهايتن، هتقول له والله مثلا هنا لو هتعمل فيرشاين ارزاتس انتراك، ده لو اول مرة هتعمل رخصة عربية. وتقدر برضو هنا في ألمانيا ان انت لو عندك 17 سنة تقدر تبدأ في بداية الرخصة، بس لازم يكون مع مرافق، مثلا مع والدك، مع اخوك الكبير، مع والدتك. وفي الحالة بتاعتي دي انا هعمل رخصة الموتوسيكل، فهختار الفيرشاين ايرفايتونج واقول له فايتا، دوس اوكي. بعد كده هختار البرجر امت مثلا اللي انا عايز اروحه. فانا في الحالة دي بشوف المكان مثلا القريب مني في اشباخ انكهايم هايم فيشن هويكست دونفيش. طيب خلينا في بالظبط. هو عامة الموضوع ده بياخد له من 4 أسابيع لحد 8 أسابيع لحد ما الورق كله اللي انت سجلته يروح للمدرسة بتاعتك. هقول له خلاص ماشي. خلاص احنا كده انا فيتاميت مثلا هختار الميعاد المتاح من الساعة 9 ل10. طيب انا الميعاد ده مش مناسب بالنسبة لي، فعايز اشوف ميعاد الصبح بدري او ميعاد متأخر. فمثلا قول الساعة يوم 11/6، هختار الميعاد الساعة 5:15. فاقول له يا bestätigen. بعد كده هكتب البيانات بتاعتي. وهنا هكتب الايميل بتاعي، وهنا هأكد على الايميل بتاعي. وهنا اقول مثلا الجنس 5 - 2 هيبقى 3. وهنا خلاص انا كده وصلت للحاجة الاخيرة، ترمين في einbaum beenden. اقول له اوكي. المفروض كده هيوصل لي على الايميل بتاعي الايميل. كده الايميل وصل هنا اهو. فاقول له خلاص hier klicken Terminservice abzuschließen. هو كده خلاص فيلن دانك، كده الايميل خلاص اتعمل والحاجة اتحجزت. المفروض كده هبص على الايميل تاني، هيجي لي ايميل تاني لسه ما يجي لسه ما جاش. فكده كده ممكن الايام الجايه ان شاء الله هيوصل لي ايميل 1 أو 2 بالكيو ار كود والحاجات اللي انا قلت عليها دي. فده كان فيديو النهارده. يا رب الموضوع يكون سهل. بتختلف طبعا من ولايه لولايه في المانيا، كل ولايه ليها السيستم بتاعها او الويب سايت بتاعها اللي انت بتقدر تشتغل عليه. فان شاء الله الموضوع يكون بسيط. ولو في اي استفسار عند حضرتك يا ريت تكتب لنا في الكومنتس، ويا ريت تدعمنا بالسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الفيديوهات الجايه هنبدا فيها شرح الاسئله النظري. الايميل وصل حاليا اهو. هو كده خلاص يعني 11 كذا كذا بيوصل لك كيو ار كود زي كده، بس طبعا الكلام ده كله مخفي يعني. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.